مساء الخير. النهاردة هنعمل الفراخ المقرمشة، عشق الجميع، ما بيختلفش عليها حد، كلنا بنحبها. هنعملها بطريقة حلوة قوي ومكونات بسيطة، وهتطلع مقرمشة زي بره. وهنعملها كمان من غير سلق علشان نضمن ان الطعم يبقى رائع زي اللي بناكلها بره. وما تخافوش، هتستوي معانا وهتطلع جميلة جدا. انا متأكدة ان هي هتعجبكم. هنبتدي أول حاجة، هنجيب فرخة صغيرة مش أكتر من كيلو وربع، وهنغسلها كويس وبعد كده هنقطعها 8. وبعد كده هنجيب سكينة وهنعمل فيها فتحات علشان التتبيلة تخش جوه، وكمان لما ننزلها في الزيت تستوي معانا. وبعد ما هنخلص الكمية كلها هنجيب بقى الطبق بتاعنا، وهنحط فيه كوبايتين لبن وعليهم ربع كوباية خل. وممكن نستبدل الخطوة دي بلبن رايب، ومعلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، توم باودر، بصل باودر، زعتر، بابريكا، وواحدة مكعب مرقة دجاج. واللي عنده مرقة فورية ممكن يحط معلقة. وهنقلب. وبعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا وهنسيبها ليلة كاملة، وهو ده اللي يفضل. وبعد ما سيبناها ليلة كاملة زي ما قلتلكوا، هنجيب صينية أو بولة كبيرة وهنحط فيها كوباية ونص دقيق على نص كوباية نشا، وهنحط نفس التوابل اللي احنا حطيناها، بس باختلاف ان احنا الملح هنحط نص الكمية بس علشان ما يطلعش حادق معانا. وهنزود معلقة كركم علشان تدينا اللون الأصفر الحلو. وهنقلب الدقيق مع النشا مع التوابل. هنبتدي بقى ناخد قطع الفراخ وهنحطها في الدقيق. واهم خطوة ان احنا مش هندوس عليها، هنرشرشها كده زي ما انتوا شايفين علشان عايزين القرمشة وعايزين التضليعة اللي بتبقى في الفراخ. وممكن نجيب مية بتلج ننزلها فيها، بس انا بحب انزلها تاني في التتبيلة علشان تدينا طبقة حلوة من القرمشة. بعد كده هننفض كل الدقيق اللي عليها. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. يلا بينا نعمل واحدة تانية. بس أهم معلومة لازم تعرفوها إن إحنا ما ينفعش نعمل الكمية كلها بالدقيق وبعد كده نركنها، لأن هيخش لها رطوبة وهتكون طرية. فاللي إحنا هننزلهم الأول في الزيت هما اللي هنعملهم بالدقيق، وبعد كده هنطلعهم وهنكمل باقي الخطوات في ساعتها. يعني هنحط في الدقيق وبعد كده في الزيت على طول. وبعد ما هنخلص الكمية اللي احنا هنقليها، هنجيب حلة وهنحط فيها زيت غزير وهنحطها على نار هادية. وبعد كده هننزل الفراخ. بتاخد مني 25 دقيقة بالظبط. بسيبها على نار هادية من الأول للآخر، ما بعليش النار خالص علشان تستوي معايا. شايفين بقى؟ مفيش أحلى من كده ولا لون أحلى من كده. وبعد ما طلعناها هنكمل باقي الفراخ معانا. شايفين؟ مفيش أحلى من كده شكل بصراحة. ويلا بقى أهم حاجة إن احنا نشوفها مستوية من جوه ولا لأ. طبعا زي ما انتوا شايفين مستوية جدا من جوه، والطعم مفيش بعد كده، والقرمشة خطيرة. أنا متأكدة إن هي هتعجبكم. وأهم حاجة، أنا عارفة إن كله بيخاف من الدبوس. يلا بقى نفتحه معاكم عشان نشوفه مستوي ولا لأ. شايفين؟ مفيش أحلى من كده. وكانت معاكم أسماء إبراهيم، وأشوفكم المرة الجاية في وصفات أحلى وأحلى.